من كريستيانو إلى الميركاتو والترجي الحقيقة الكاملة، وخطة الفوز بالثنائية والأميرة الإفريقية، وشنو صاير في كواليس الترجي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم زينهو، وين نجيبوا الأخبار كما هي من غير تزويق. منذ أيام طلع اسم كريستيانو رونالدو في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، قالوا راهو الترجي مهتم بكريستيانو باش تجيبوا لكأس العالم للأندية. أما خلينا نكونوا واقعيين ونحطوا النقاط على الحروف. أولا، كريستيانو والترجي إشاعة خرجت والناس تفاعلت معها، أما الحقيقة ما فما حتى مصدر رسمي لا من الترجي ولا من السعودية يأكد الكلام هذا، والحكاية أقرب تكون مجرد خيال ولعب على العقول، وكذلك إثارة الرأي العام والجماهير الرياضية. وحتى من الناحية المالية الصفقة يعني شبه مستحيلة. نجم عالمي كما كريستيانو رونالدو الرقم متاعه يفوت ميزانية الترجي كاملة. لكن شنو صاير في كواليس الترجي؟ الترجي اليوم يخدم في ميركاتو كبير، مش باش يجيب لاعبين إعارة شهر ويخرج، بل إدارة الترجي تفكر لبعيد، قاعدة تركز على أسماء نجم تخدم الفريق بعد كأس العالم للأندية وتكون موجودة الموسم القادم. أبرز الأسماء هذه ياسين بن زياد اللي رسميا ماهوش باش يجدد عقده مع ناديه الأذربيجاني كرباخ، وأكد النادي متاعو يعني اهتمام بن زياد بالانتقال للترجي، وهذا كان هبط على مواقع التواصل الاجتماعي، والأمور تقريبا شبه رسمية. بن زياد في الترجي الرياضي التونسي. اللاعب الثاني هو عبدو سيدي من نادي البنزرتي، مدافع صلب وصعد بقوة. مفاوضات متقدمة مع اللاعب هذا اللي أبدى رغبته في اللعب للترجي، وكذلك تحمسوا للعب كأس العالم للأندية. اللاعب الثالث هو ديلان برون، خبرة أوروبية، شخصية وكاريزما، وكذلك مدافع دولي. اللاعب هذا كانت معه مفاوضات يعني من الميركاتو الشتوي، ولكن تفاصيل صغيرة هي اللي حكمت على فشل الصفقة في الميركاتو الشتوي. ولكن الميركاتو هذا اللاعب حر، وهو أقرب من أي وقت مضى للانضمام للترجي الرياضي التونسي. اللاعب الرابع هو معز الحاج علي من الاتحاد المونستيري، وسط ميدان فهم اللاعب، نجم يكون مفتاح جديد في وسط الترجي، وكنت نزلت عليه فيديو وقلت هذا الحلقة اللي ينقص الترجي في وسط الميدان. حاليا شنو قاعدين نحضر مع ماهر الكنزاري؟ كما نعرفوا الترجي تبدل، الترجي ظهر بوجه جديد. اليوم نحكيه على فريق يلعب جماعي منظم، عنده هوية واضحة. المدرب عرف في وقت وجيز يداوي الجرح نتاع الخروج من الشامبيونز ليج، وخلق كذلك فريق قوي متماسك ورجع الثقة للجمهور، وهذا ما يخفى على حتى واحد من جمهور الترجي. الخطة اللي اعتمدها الكنزاري خطة اللعب هي 4-2-3-1، ثم تتحول لل 4-3-3 هجومية وقت الحاجة، مع تطبيق أسلوب الضغط العالي والريتم السريع. وكذلك ركز ماهر الكنزاري على الحل الجماعي أهم من الحلول الفردية. كذلك كما قلنا يعني ما تركزش لعبك على البلايلي أو ينصاص أو غيره، لا، اللعب ولا معتمد كليا على اللعب الجماعي، وهذا علاش الترجي واصل يربح أداء ونتيجة، مع يعني في أوقات ما يربح بفارق كبير في النتيجة. وهذا تقريبا يعني افتقدوا الترجي المدة طويلة، لا مع كاردوزو ولا مع ريجيكام. الخلاصة، الترجي ماشي في طريق الثنائية بعد الصدمة الإفريقية. إن شاء الله التدويج بالدوبلي هو أقل حاجة يستحقها جمهور الترجي الرياضي العريق. باش يتحقق هذا لازم ثم تركيز، تخطيط، وميركاتو كذلك قوي. والميركاتو هذا هو اللي باش يحدد مصير الفريق في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله الجاي خير بالنسبة للترجي الرياضي التونسي.
السؤال لكم السادة المشاهدين والسادة المتابعين، هل تراوا أن الترجي نجم يوصل لبعيد في مونديال الأندية بلا نجم عالمي كما كريستيانو رونالدو أو لاعبين كبار آخرين وبتخطيط محلي؟ جاوبونا في الكومنتات، شاركونا التعليقات متاعكم، ما تنساوش الجيم بارتاج للفيديو مع أصحابكم المكشخين، وإن شاء الله باش نرجعوا في الفيديوهات الجايين بأكثر تفاصيل. خلوكم معنا، فما ديما جديد.